أيضا هناك علاج آخر قلبي، وهو منزلة من منازل اليقين والإيمان، وهي منزلة السكينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين، قال: أصابتني شدة. يقولها من؟ العالم الجليل الذي رد على كل الفئات التي خالفت السنة والملل والنحل. قال: أصابتني شدة في أفكار وأشياء ترد على ذهني، خفت منها على نفسي. يقولها ابن تيمية. قال: حتى أمرت من حولي أو من كان قريبا مني أن يقرأ علي آيات السكينة، يعني في سورة الفتح وفي غيرها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: فلم يزالوا يقرؤونها حتى هدأت نفسي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجاءتني شدة فقرأت آيات السكينة فهدأت نفسي. السكينة قال أهل العلم منزلة في القلب، هي الطمأنينة والأنس بالله جل وعلا. الأنس بالله جل وعلا. الواحد إذا قلق، إذا أصابه قلق وخوف شرد عن الله، لكن إذا اطمأن آنس بالله. فلذلك وطن نفسك على السكينة لتأنس بالله جل وعلا. فإذا أنست بالله جل وعلا فتح عليك من حسن التعامل مع كل شيء،